السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ رجعت لكم باقوى ريفيو وعدتكم بيه من الفيديو اللي فات ان انا هوريكم. هنروح النايل اكوا بارك، يوم مخصص للسيدات. بجد عايزه اقول لكم الريفيو القمر ان هو كان يوم جميل فوق فوق الروعه، حلو قوي قوي. اليوم كان كله ستات بس. دي لقطة مش من المكان طبعا، عشان برضو الناس اللي هتقولي ايه ده، طب ما في رجالة. لا بصوا يا جماعة، اللي حصل ان ممنوع التصوير نهائي، لان اللي موجودين ستات بس، منتقبات محجبات او غير محجبات، فالمكان كل واحد قاعد على راحته. انا لما حبيت اصور منعوني من التصوير. وكمان مجرد حتى ان انا اتصور صورة ليا، صورة شخصية ممكن تتصوري. يعني هما المكان بيفتح الساعة، بتروحي بدري طبعا. كل ما بتروحي بدري زي ما قلت لكم الفيديوهات اللي فاتت، ان كل ما بتروحي بدري بتقعدي في الترابيزه او في المكان اللي يعجبك. لكن المكان او البسين بيفتح كام؟ تقريبا الساعه 9 او 9:30، في الحدود دي. من قبلها لو انت رايحه بدري، من قبل ما يتفتح البسين، تقدري ان انت تتصوري عادي، مفيش اي مشكله. لان الحمامات فاضيه، يعني السباحه، حمامات السباحه كلها فاضيه. في اي مكان هتحبي تصوري فيه تمام، مفيش مشكله. لكن محدش قال لي صراحه. لكن في الايام طول ما اليوم شغال والبسين اتفتح والستات كانت موجوده، مفيش حد خالص، ممنوع التصوير نهائي، ممنوع حتى تتصوري مع نفسك سيلفي، ممنوع. يعني مجرد الجميل فيه ان موجود كان فيه مشرفات موجودين كتير، بيبقوا يعني عارفين كده، اللي هو البودي جارد، واقفين كده بيراقبوا وبيشوفوا الحراسة. فهم فعلا كانوا بيراقبوا حاجة زي كده، لدرجة ان انا لما كنت حتى بتصور مكنتش واخدة بالي خالص من النقطة دي. فقالت لي لا، ممنوع التصوير. وحتى مسكت الموبايل وشافت الصور اللي انا اتصورتها، وبدأت ان هي لو في صور فيها ناس حذفتها بالفعل، وانا ما كنتش عارفة الموضوع ده خالص. بقيت لي لان في ناس منتقبات وقاعدين على راحتهم، ولابسين طبعا بناطيل او مايوهات ومن غير النقاب، فالموضوع فيه يعني خصوصية. فقالت لي، وانا طبعا احترمت الكلام ده خالص. يعني بجد كان يوم فوق الروعة. كان معانا ناس منتقبات اخدين راحتهم جدا. مفيش رجالة خالص، لدرجة اني اللي واقفين في الكافيتيريا بنات، اللي واقفين في المحلات اللي هي السناكس والعصاير ومشروبات واي حاجه، حتى المحلات اللي هي يعني عوامات وبتبيع عوامات او بتأجر عوامات وهدوم برضو، بنات. اللي هم المنقذين اللي واقفين على البسين بنات. فبجد كان اليوم فيه كده اسري قوي قوي، يعني تحسي انتي مفيش حد غريب. طبعا اللي انا مصوره لكم ده البسين اللي هو المخصص للسيدات بالصاله المغطاه، مقفول جدا، الباب مقفول، مفيش حد بيخش. الولد حتى لسن 5 أو 6 سنين ما يخشش. فبجد يعني المكان ده في العادي موجود ده السيدات فقط. لكن الحمامات الباقيه دي مختلطة، وفي اطفال زي ما قلت لكم. هم عبارة عن 5 حمامات سباحة، واحد للكبار مشترك، واتنين للاطفال، وواحد للاقوى. ده بتنزلي في الاقوى وتطلعي على طول، ممنوع السباحة فيه. وواحد للسيدات، ده في العادي بيبقى سيدات فقط ومغطى. وده الميزة اللي فيه عن باقي الاماكن. لكن باقي الحاجات، باقي الحمامات السباحة يعني دي مختلطة. اليوم كان جميل لدرجة اني حتى اللي ماسكة الدي جي واحدة بنت، اللي هم المنقذين زي ما قلت لكم بنات، اللي على الاقوى فوق بنات. مفيش راجل خالص موجود في المكان، وده كان منتهى الاريحيه. عايزه اقول لكم المكان، مش هكدب عليكم واقول لكم واو ده كان رايق جميل. ده كان زحمه، لان طبعا كله بقى يعني السيدات والبنات. بالمناسبه ممكن تاخدي معاكي ولاد لحد سن 7 8 سنين كده. اكتر من كده هيقولك ممنوع. وطبعا احنا زي ما قلنا لكم لانه في خصوصيه قوي. انا معرفتش اصور طبعا زي ما قلت لكم علشان البنات، وده كان فيديو قديم مختلط. واللي قدرت اصور لكم قبل ما المسين يفتح او اخر اليوم، المكان عموما صورته، لكن ما كنتش اعرف ان انا اصور لكم والبنات طبعا، لاني حتى اللي نازلين بسين نازلين على راحتهم.
قوي. ممكن لابسين مايوهات قصيرة، او حتى الراقصات او اللي هم اللي على المسرح، يعني كانوا لابسين براحتهم برضو شوية، لان هم نفسهم واقفين بيقولوا ممنوع التصوير، محدش بيصور. ف بجد كان اليوم ممتع للغاية. يعني عايزة اقول لكم بجد جميل قوي. اليوم بينتهي من الساعة حوالي 4:30 او 5 كده، بيبدأوا يخرجوا الناس من البسين، علشان يعني ايه خلاص، واليوم بينتهي لحد كده. هل اليوم بينتهي لحد حمامات السباحة وبس؟ لا، تقدري ان انتي تخرجي تروحي الكافي شوب اللي هناك، او الملاهي. في ملاهي، في خيل، في كل حاجة موجودة. فبجد اللي عايز يكمل السهرة برا ويقعد يعني ما فيش مشكلة، لكن او يقعد في البسين، او مش في البسين بقى، يعني الكافيتريات اللي موجودة. فبجد اليوم كان ممتع جدا، وانا قلت لكم هقول لكم ريفيو عن المكان. بس لاني معرفتش اصور، بس قلت زي ما قلت لكم ان انا هقول لكم رايي في ايه في اليوم وكده. فحبيت ان انا اشارككم رايي. اللي عايز يجرب بالمناسبه اليوم ده مش متاح في طول الاسبوع او في اي وقت، لان الناس انا متاكده ان يكتبوا لي في التعليقات ويقولوا لي الايام دي يوم ايه بيكون للسيدات. لا يا جماعه، اليوم ده بيكون هما بيحددوه بيعملوه مرة في السنة، في الصيف يعني، مرة في الصيف. وبينوهوا عليه من قبلها. السنة دي أول مرة يعملوه مرتين، وطبعا يعني اللي هو بناء على رغبة الجماهير، يعني زي ما بيقولوا الناس طلبوه كتير اليوم، فقرروه تاني. يعني الصيف ده عملوه مرتين، مرة في أول الصيف، والمرة دي اللي هي كانت يوم التلات اللي هو 26 تقريبا، 26/8. فبجد كان بينوهوا من قبلها، لأن اليوم بيبقى ناس كتير بتستناه. وطبعا في ناس بقى ما شاء الله يعني عاملين حسابهم ان هم بيجوا فيه كل سنة، لدرجة ان هم البنات عاملين حسابهم جايبين الحزامات بتاعة الرقص اللي هي بالشخاليل دي عشان بيرقصوا. لان طبعا اليوم كله طول اليوم من اوله لاخره في اغاني رقص. اللي عايز يرقص يرقص، لدرجة ان هم كانوا عاملين فقرات جميلة جدا. اي بنت حابة انها تطلع ترقص على المسرح فبتطلع. في بنات كانت جايبة يعني فساتين رقص يعني، وحاجات كده، الحزامات والعصايان بتاعة الرقص والسجان والحاجات الجميلة دي. ففي ناس عاملة حسابها يعني من الجمهور عادي. فبقوا يقولوا اللي عايز يطلع حابب ان هو يطلع يرقص، حابب يشارك براحته، مفيش مشكلة. والناس طبعا كان في كمان اللي هو رقص زومبا، تدريب زومبا كده، رقص بالزومبا كان جميل جدا برضو. الناس كانت متفاعلة ومشاركة قوي يعني. فالمدربات كانوا حلوين قوي ما شاء الله عليهم. بجد اليوم كان روعة روعة. يمكن انا ما نزلتش البسين قوي زي ما رحت بقيت اسمع في الاغاني ونرقص وكده، يعني كان اليوم ظريف. حبيت ان انا اشارككم التجربة. اللي حابب يوم يكون للسيدات بس يتابع الصفحة بتاعتهم، عشان هتقولي صفحتهم مش هينفع انزل لكم لينكات ولا صفحات. لازم انتم تبدأوا تعملوا متابعة لصفحتهم على الفيس، وتتابعوا المنشورات اللي بينزلوها. اليوم اللي بيبقى للسيدات بينوهوا عليه من قبلها بفترة كبيرة جدا، وحاطين تليفوناتهم على الصفحة اللي حابب ان هو يشارك. اليوم بكام؟ ب180 جنيه من غير الوجبات. ولو هتاخدي الوجبات، وجبات في وجبات فطار وفي وجبات في الغدا برضو حلوة جدا. الوجبة مشبعة، يعني وجبة الفطار ربع فطيرة وكمان عسل ومربى تقريبا، وكمان وجبة الغدا. هما بيوقفوا البسين فترتين، فترة الغدا وفترة الفطار. يعني فترة الفطار من الساعة حوالي 12 كده بيوقفوا البسين اللي حابب ياكل، وكمان فترة الغدا، وبينزلوا لك الفطار زي ما انت تحبي او الغدا وقت ما تحبي. الغدا كمان كان عبارة عن رز بسمتي، صباعين كفتة وقطعتين فراخ، او ربع فرخة ورز بسمتي ومخلل. برضو زي ما تحبي. وجبة الاطفال يعني من 3 وجبات، حواوشي او بيتزا او برجر. فانتي بتختاري زي ما انتي عايزة. وجبة
اللي بالغدا كام؟ حوالي 300 وشوية، تقريبا 350. اللي من غير الوجبات ب180 جنيه. وممكن بتدخلي بالمناسبة محدش يجيب معاه اكل في حلة. يعني ممكن تعملي رز بسمتي بس تحطيه في علبة وتحطيه في اطباق للاكل اللي هياكل. لكن ما ينفعش مثلا تجيبيه في حلة، لاني انا شفت على الباب منعوا ان حد يدخل بحلة استانلس. ممنوع اي دخول حلل. لكن قال لها لو علبة، لو حتى جايبه اي اكل في علبة مسموح تخشي بيه، مفيش اي مشكلة. السناكس والعصاير والشيبسيات حلويات كل ده مسموح بيه عادي ان انت تدخلي بيه. بالمناسبة في كوبون مشتريات مع التذكرة، كل تذكرة عليها كوبون مشتريات. والاطفال من سن 4 سنوات ليهم تذكرة كاملة، يعني بداية من سن 4 سنوات في تذكرة كاملة سواء بوجبة او من غير وجبة، فانت بتحدديها. كمان الكوبون بتاع المشتريات ده بيكون عبارة عن بتاخدي اي مشروب او سناكس من الكافيتيريا مجانا فري. وفي حدود، هو بيكون في حدود 10 جنيه. بالمناسبة الاسعار هناك في متناول الجميع. يعني الكان ب20 جنيه، الكابتشينو اللي هو النسكافيه كمان ب20 جنيه، الشاي ب10 جنيه، حاجات زي كده. يعني اسعار زي بره تقريبا، فما فيش حاجة غالية. انت مثلا الكوبون المشتريات ده ب10 جنيه، انت عايزة حاجة اغلى بتكملي بالفلوس عليها، مفيش اي مشكلة. لكن الايس كريم فيه ب10 جنيه عادي. فالحاجات والاسعار هناك حلوة قوي. فكرة الكوبون ده مدي كده ايه، روح للتذكرة، يعني اللي هو واخدة حاجة فري وخلاص. المهم انا قلت لكم في اول فيديو ان المكان عبارة عن 5 حمامات سباحة. لا، هو 6 حمامات سباحة. 3 للاطفال، وواحد للاقوى، وواحد للسيدات، وواحد مختلط. لكن يوم السيدات ده، اليوم بتاع السيدات ده بتنزلي اي حمام انت عايزاه. بتاع الكبار المختلط، تنزلي كل الحمامات متاحة بالنسبة لك فري جدا جدا. اليوم بجد حلو قوي. اللي ناوي وعايز بيحب اللي هو قعدة البنات والجو اللي هو زي حفلات البنات، تجمعات البنات، بيكون في اريحيه كده وراحه كده والجو حلو، يختار اليوم ده بجد. وهو بيكون من السنه للسنه، انتظروه. فانا مش بعمل ريفيو المكان، مش واخده منهم اي حاجه. انا زيكم والله، انا رحت مكان عجبني فحبيت اعمل ريفيو عنه، وخصوصا ان هم عاملين يوم للسيدات بس. فده كان بالنسبه لي حاجه حلوه، يعني حاجه جديده ومختلفه ما شفتهاش في اماكن تانية كتير. فاتمنى ان الريفيو ده يكون عجبكم. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديده توصل لكم. واكتبوا لي في التعليقات اي سؤال حابين تسالوه، وهجاوبكم على كل حاجه انتوا حابين تعرفوها. بحبكم في الله، احلى اخوات في الدنيا. باي باي.